الأصدقاء الأعزاء السوريين والسوريات في كل مكان في الوطن والمهاجر والشتات، مرحبا. إعلام نظام الجولاني لا يدخر وسعا في أسطرة ونمذجة أبو محمد الجولاني. مرة يقدمونه لنا على ظهر حصان على أنه الفارس، مرة أخرى يقدمونه لنا على أنه لاعب كرة سلة وضرباته تسيب، والطابة اللي بيرميها أبو محمد الجولاني تحقق هدفها وتجتاز السلة. وفي المرة الأخيرة الصورة التي قدموها لنا لأبو محمد الجولاني على أنه لاعب بلياردو وضرباته لا تخيب، تصيب. إن شاء الله حضروا نفسكم، شي مرة راح تشوفوا أبو محمد الجولاني لاعب كاراتيه أو جودو أو لاعب كرة قدم. شو كمان يعني نماذج من الأسلوب الرخيص والمبتذل والتافه الذي كان يتبعه نظام البعث لكي يسوق لرموز هذا النظام، خاصة ماهر الأسد وباسل الأسد وبشار الأسد وحتى حافظ الأسد. فالفارس الأول ولاعب البلياردو الأول والسباح الأول ولاعب كرة السلة الأول راح يكون الجوليني. طبعا هن ما بيخجلوا، يعني عرق الحياة عندهم خلاص انتهى. تنتقدون ما تنتقدون بيقولوا خلاص هي الدولة دولتنا ونحن أحرار ونساوي فيها شو ما بدنا ونقدم زعيمنا بالصورة التي نراها مناسبة بالطريقة التي نراها مناسبة. طيب طالما الموضوع هيك يا ابن الحرام، يا ابن 60,000 شريفة، طالما أنت تبرر هذه السلوكيات والممارسات بهذه الطريقة التافهة والسمجة والسخيفة، طيب لماذا كنت تنتقد النظام السابق؟ لماذا ثرت على النظام السابق؟ مشان تستبدل يعني تقديم الزعيم يعني بالطرائق البعثية بزعيمك الطائفي، زعيم جماعتك الإسلامية الراديكالية الجهادية. شو هالأسلوبات يعني؟ شو وين ثورة الحرية والكرامة؟ طلعت ثورة بلياردو، طلعت ثورة كرة سلة، وبكرة راح نشوف أبصر نشوف الجولاني والشيباني في ألعاب أخرى. لكن اللعبة الأساسية التي يتغاضى عنها إعلام الجولاني ووزير إعلامه ومؤسساته الإعلامية كله بقضهم وقضيدهم وعجرهم وبجرهم وموسى عمرهم وبسلطاتهم وببغنوجهم، اللعبة الأساسية التي يتغاضون عنها ولا يقدمونها وهي اللعبة الحقيقية، هي القمار، هي المقامرة على مصير سوريا، وحدة سوريا، أراضي سوريا، هوية سوريا التي يقامرون بها أمام التركي مع الكثير من الطوبزة، أمام الروسي مع الكثير من الطوبزة، أمام الإسرائيلي مع الكثير من الطوبزة. هذه المقامرة يعني خسارة وطوبزة، بيخسروا يا ريت بينجحوا كمان. يعني كنا عم نفكر باستعادة الجولان، راح الجولان وهي ريف دمشق كمان راح يروح مع الجولان اللي راح يعني. وهكذا طريقة، هكذا أسطرة خرندعية سخيفة تافهة يتورط فيها الكثير يعني من المحسوبين على الأوساط الثقافية، مثلما تورط الكثير من المحسوبين على الأوساط الثقافية والإعلامية على زمن النظام السابق. مصير هؤلاء الموجودين الذين يتصدرون المشهد الإعلامي والثقافي من يتعامون عن هذه التفاهات والسخافات
ونفسه مصير إعلامي ومثقفي النظام السابق. هذا النظام أيضا إلى زوال، إلى زوال. يعني بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب، بهذه العقلية والأيديولوجية لن تحكم سوريا، لن تحكم سوريا. لأنه سوريا طبيعة المجتمع السوري ما بيقبل هيك تفاصيل، وإلا لكان المجتمع السوري كله أخوان مسلمين، لكان المجتمع السوري وخاصة الطائفة السنية والبيئة السنية كلهم سلفية جهادية. أبدا، يعني الإسلام السني السوري معروف بوسطيته واعتداله. جماعة الإخوان المسلمين لم تتأسس في سوريا، ربما كان يعني واحد أو اثنين من السوريين ضمن مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين، لكن هذه الجماعة لم تتأسس في سوريا. الجماعة الإسلامية لم تتأسس في سوريا. البيئة الإسلامية مهما حاول الجولاني وجماعته مصادرتها، هذه البيئة الإسلامية القائمة على التنوع والاعتدال والوسطية لن تكون لقمة سائغة إلى أبد الآبدين تبتلعها السلفية الجهادية، سلفية حسن الدغيم وأبو محمد الجولاني. فمش أنا في تقديري كل هذه التفاصيل اللي بتشوفوها شاهدناها مثيلا لها، شاهدنا مثيلا لها على زمن النظام السابق وذهبت إلى زوال. والآن نتابع فصول ومشاهد وحلقات مسلسل نظام الجولاني، نظام ائتلاف السلفية الجهادية والإخوان. يعني هؤلاء المثقفين الموجودين في الحالة الوسط اللي هن حريصين على الدولة أو تحت هذا الشعار، يعني النقد تبعهم نقد خفيف وموضوعي وعقلاني وكذا. يعني أنا بعرف إنه هم لا يرفعون من حدة النفس النقدي تجاه هذا النظام نفس الحدة التي كانوا يمارسونها على النظام السابق هؤلاء بهذه الحجة. لكن عندما يرون هذه الوقاحات، هذه القباحات، واستغباء الشعب السوري واستغباء هذه النخب أو هؤلاء المثقفين المعتدلين التي منزلتهم بين منزلتين، يعني لا هم مطبلين ومزمرين للنظام السابق مثل موسى العمر والزبالات هي، ولا هم يعني نقاد شديدين صريحين ل يعني 100% أو خلاص يعني غسلوا أيديهم من هذا النظام، نظام أبو محمد الجولاني كمان. فهم عندما يرون هذه المظاهر القبيحة والقميئة والوقحة التي تستجلهم وتستغبيهم، شو موقفهم؟ يعني من هكذا نظام الأجدى به يعني أن يحاول أن يوسع وأن يقلل من مساحة الخصوم والنقد عبر زيادة مساحة الحريات والاعتدال والمواقف الإيجابية والعقلانية. لكن لا، يعني هم يمارسون التقية، يمارسون التورية، يمارسون المسكنة والكيوت والقصص هي كلها، لكن من الداخل العقل شرير، العقل شيطاني وإرهابي. العقل الذي يدير الآن نظام الجولاني وعقل شيطاني وإرهابي لا يمكن التعويل عليه في بناء دولة وطنية محترمة يشعر الواحد بالفخر أنه ينتمي لهيك دولة وطنية. طيب، تعالوا ننظر إلى هذا الذراع الحامية، الحصن الحامي، حماة الديار الجولانية
من هم الآن يصار إلى تأسيس جيش عربي سوري، ويطالبون، وهم في طور التأسيس، ويطالبون قسد بالانتساب الفوري، بالاندماج الفوري في هذه الدولة السلفية الجهادية الإرهابية. سلوكيات هذه الدولة هكذا تقول: دولة، طالما الموضوع موضوع دولة، سلطة دولة، ما جرى في الساحل السوري ليس أخطاء. مقتل أكثر من 2000 شخص ليس خطأ، يعني لا، هذه جريمة. دولة ترتكب جريمة بحق أبنائها معناته تمارس إرهاب الدولة المنظم ضد مكون سوري واضح. يعني النظام الجولاني، الدولة السورية في عهدة النظام الجولاني مضبوطة بالجرم المشهود في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب في الساحل السوري طبقا للتقارير، حتى باعتراف، لكن سموها أخطاء يعني. وما جرى أيضا في السويداء من مذابح ومن مجازر ومن جرائم، أيضا الدولة متهمة بقيادة نظام الجولاني. لا يمكن تبرئة ساحة الدولة، يعني عملية فصل الدولة عن النظام كما يحاول يعني الدكتور عازمي بشارة أنه ما يعني ينبغي أن يكون هنالك فصل، لكن عندما تتحول الدولة إلى أداة قمعية قاتلة وإجرامية في يد نظام، هذه الدولة ينبغي يعني تدان، وهذا هو بحكم القانون الدولي. يعني القانون الدولي عندما يدين إسرائيل، أو المجتمع الدولي عندما يدين إسرائيل في الجرائم التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني ومنطقة غزة، ما بيقولوا والله فقط بنيامين نتنياهو، شخص بنيامين نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية، لا، النظام ككل، دولة إسرائيل. فما في هذا الفصل أمام الحكومة والدولة، لأنه الدولة تحولت إلى أداة قامعة إرهابية إجرامية في يد نظام إجرامي قامع ومجرم. إذن فيما يتعلق بما جرى في السويداء وما جرى في الساحل السوري وما سيجري لاحقا في مناطق أخرى، ربما يعني الدولة مدانة والنظام مدان. لا يمكن أن نخلق ثقة بهذه الدولة بهذه العقلية الإرهابية الإجرامية السلفية الجهادية التي الآن تحاول أن تؤسس للذراع أو للقوى العنفية التابعة للدولة وللنظام، وهي الجيش. الآن يعني بعد ما طالعوا إعلان للانتساب إلى هذا الجيش العربي السوري، كل المؤثرين على السوشيال ميديا من الهبرة لهادي العبد الله، الكل صار يطبل ويزمر ويهلل ويدعو إلى الانتساب إلى هذا الجيش. طيب، لنأخذ نموذج لنفهم شو طبيعة هذا الجيش، بمعزل عن عشرات الفيديوهات التي تفضح، وهذه الفيديوهات ينبغي أن تترجم إلى اللغات الأجنبية وترسل إلى المؤسسات الإعلامية في أوروبا وفي أمريكا، لكي يتعرى جيش الجولاني الذي هو الآن في طور التأسيس وبهذه العقلية الإجرامية الشريرة الإرهابية. كيف إذا تأسس، كيف رح يكون هذا الجيش؟ شوفوا نموذج التعريف بالجيش العربي الجولاني القاعدي الأخواني الجديد الذي سيحمي سوريا. حابب تنتسب لصفوف الجيش العربي السوري،
وتطور نفسك، وفي الأيام إن شاء الله تصير من الضباط وتخدم بلدك. في كتير شغلات لازم تعرفهم قبل ما تطوع، إنه هذا الجيش مختلف عن الجيش السابق، مختلف عن الجيش البائد الساقط جيش أبو شحاطة. هذا الجيش فيه كتير أمور مختلفة. من أهم الأمور في هذا الجيش إنه الصلاة اللي كانت ممنوعة الآن مسموحة، ومو بس مسموحة، الصلاة جماعة بهذا الجيش. الأمر الثاني إنه التدخين ممنوع. الأمر الثالث والأهم هو السمع والطاعة. يعني أميرك بده يقول لك اشتغل كذا، بده يكون في سمع وطاعة، حسن الأخلاق والاحترام. شو بيقول هذا الأبله التافه اللي بيعمل حاله إعلامي تابع لوزارة الدفاع؟ عم يحكي إنه هذا الجيش مختلف عن الجيش البائد الساقط جيش أبو صحاط الشحاطة وما بعرف شو وجه الاختلاف. الأمور اللي يختلف جيش أبو محمد الجولاني على جيش أبو حافظ الأسدي، إنه هذه الصلاة كانت ممنوعة في الجيش السابق، والآن مسموح بها، وهي يعني صلاة جماعة مش يعني فردي بالجملة. يعني في وقت الصلاة كتيبة كاملة أو فرقة كاملة والكل لازم يصلي، ما في حدا تحت السلاح أو يحرس، خلاص وقت الصلاة وقت الصلاة. فبيعتبروا هاي ميزة، بيعتبروا هاي إنه طيب هنالك يعني حتى في أوقات الحروب والغزوات أعتقد إنه ما كان في هيك شيء. يعني للعودة إلى كتب التراث الإسلامي في غزوات أحد وبدر والخندق وكذا، أثناء أداء الصلاة كان في مجموعات تحرس، يعني ما كان الكل خلاص جماعية 100%. في هامش في هذا الخصوص. عند جيش أبو محمد الجولاني لا، أنه هدلوني كانوا ما بيصلوا، ممنوع الصلاة، والآن الصلاة مسموحة. بيعتبروها ميزة عسكرية، يعتبروه تميز عسكري، يعني مش تميز عقائدي ايديولوجي. يعني النقطة الأخرى كمان، يعني مثلا هذا الجيش إذا كان في ضمنه علوي أو إسماعيلي أو درزي أو مسيحي أو أرمني، هم مجبرون على الصلاة، لأنه الصلاة جماعية وخلاص. حتى لو كان مثلا ضمن هذا الجيش شخص لا ديني يساري ملحد، يعني يؤمن بسوريا والدفاع عن سوريا، لكن لا يؤمن يعني بالشريعة الإسلامية أو لا يؤمن. هذا وارد، هذا موجود. لكن هل نمنعه من أن يمارس حقه مثلا في الانتساب لهذا الجيش طبقا أو بناء على عقيدته الأيديولوجية، يؤمن ولا لا يؤمن؟ هذا موضوع ثاني. يعني هذا صار ما له علاقة بالقانون الوضعي، صار له علاقة أنه أنت لا تؤمن، إذن هذا الجيش سيقيم عليك حد الردة وخلاص، تحاكم محاكمة عادلة وتضرب عنقك. يعني الموضوع الثاني التدخين ممنوع. المميزات هذا الجيش انه التدخين ممنوع، فسابقا كانت التدخين مسموح، الآن التدخين ممنوع، بيعتبروه ميزة عسكرية. ثالثا، الأمر الثالث والأهم هو السمع والطاعة. الأمير شو بيقول لك؟ بيقول، ما بيقول الضابط المسؤول، لأنه لساته ما تعود، لسانه ومفرداته والعبارات التي يستخدمها للتسويق لهذا الجيش ما زالت عبارات سلفية جهادية. عندما انتسب هذا الكائن للتنظيمات الإرهابية الجهادية هكذا لقن، هكذا قيل له، فترسخت العبارة في ذهنه وصار يحكي. الأمير هو ما عنده ضابط، ما عنده مثلا عقيد ونقيب ولواء لا، الأمير
تأتمر بأمر أميرك، وحيثما وجهك تذهب دون نقاش دون جدال. يعني هي كمان الميزة بيشوفها أنه موجودة في هذا الجيش ولم تكن موجودة في الجيش السابق. هذا الجيش، هذه النواة العقائدية السلفية التكفيرية الطائفية الجهادية بدون قسد تندمج في هذا الجيش، ما بتزبط، ما في هيك شيء عند قسد. كيف قسد رح تتكيف؟ لهيك قسد بتقول انه نحن ممكن ان نندمج، لكن لا تسري كل قوانين هذا الجيش الجهادي السلفي علينا. ممكن ان نكون يعني فرقة خاصة بهذه المنطقة، لنا خصوصيتنا، وظيفتنا الدفاع عن هذه المنطقة والدفاع عن البلد. أي اعتداء يجري على سوريا من الشمال أو من الشرق، نحن سنتولى مهمة الدفاع عن هذا البلد. لكن كيف رح تزبط انه هذه الكتلة العسكرية المنضبطة الملتزمة التي حاربت هذا الفكر التكفيري الجهادي، وبعدين تجي تندمج في هذا هذا الكيان، هذه جبهة نصرة موسعة تحت اسم الجيش العربي السوري. هي دولة الإسلام، الدولة الإسلامية في الشام والعراق تحت مسمى الجيش العربي السوري. يعني قسد حاربت هؤلاء وهم في خنادق داعش، وهم في خنادق النصرة، جبهة النصرة، لأنه جبهة النصرة اعتدت على مدينة رأس العين، واعتدت على مدينة كوباني، واعتدت على مدينة عفرين، وعلى مناطق أخرى ذات غالبية كردية أو مدن كردية. فكيف يعني أنا أستغرب يعني الموضوع، هذه الضغوطات التي تشن على قسد أنه ينبغي أن تندمج ولازم تندمج. طيب تندمج شو يا رجب طيب أردوغان يا دونالد ترامب؟ روحوا شوفوا الزبالة الموجودة هنيك، زبالة طائفية إرهابية شنيعة، يصار إلى مناهج التربية والتعليم. شوفوا أساليب تلقين الأطفال والنشء وتربيتهم على العقيدة السلفية الجهادية. هكذا نظام تعليم، هكذا نظام تدريب عسكري، توجيه سياسي عسكري. كيف رح يندمجوا؟ يعني خلي حمزة مصطفى يبعث أولاده لهكذا جيش أو لهكذا مدارس. هذا الأسلوب، أسلوب التدريس والتربية والتعليم، غير موجود في قطر، غير موجود في السعودية. كيف لهؤلاء الوزراء وهي الواجهة بيقبلوا بهيك نظام تربية وتعليم وبهيك نظام جيش؟ كيف بيقبلوا؟ خلوا يرسلوا أولادهم للدراسة في هذه المدارس وللانتساب إلى هكذا جيش. هذا مو جيش أبو شحاطة لك، هذا جيش أخو محلوشة، هذا جيش أخو ما بعرف شو الكمالي عندكم، يعني أخو شريفة. هذا الجيش اللي يصار إلى ترتيبه وتجميعه وطبقا لهي العقيدة هي. طيب هذا الجيش سابقا كان يحمل، لما كان ضمن الحالة الفصائلية، كان يحمل راية داعش والرايات التيارات الجهادية. الآن لا يحمل هذه الراية. لماذا؟ شو هو التفسير؟ شو هو التبرير؟ لأنه راية الحركات الجهادية هي لم تختفي 100%، لكن يصار إلى إخفائها، إلى ممارسة التقية. شو هو التبرير لهذه التقية؟
بعد ما كانت راية الإسلام هي الراية الأبرز والأقوى لجميع الفصائل الجهادية، وأبرزهم طبعا جبهة النصرة اللي صار اسمها بعدين هيئة تحرير الشام، تم التنازل عن راية الإسلام إن شاء الله مؤقتا تحت ضغط ونباح الأقليات والعلمانيين، وطبعا لتخفيف سخط الغرب والشرق على الحكومة الوليدة بهذاك الوقت. هذا الإرهابي لا أعلم من هو، ربما يعني بيكون موجود أيضا في البلدان الأوروبية. أنا لا أعلم مين هو بصراحة، لكن لفت انتباهي طريقة كلامه وتبريره لاختفاء بيسميها راية الإسلام، بعد أن كانت راية الإسلام موجودة لدى جميع الفصائل الجهادية، وأبرزها جبهة النصرة التي صار اسمها هيئة تحرير الشام فيما بعد. تم التنازل عن راية الإسلام إن شاء الله مؤقتا، هيك بيقول إن شاء الله مؤقتا، تحت ضغط ونباح الأقليات والعلمانيين. عندهم الأقليات بينبحوا والعلمانيين بينبحوا، لأنه العلمانيين ممكن أن يكونوا كمان يعني مسلمين سنة، عرب سنة، ما لهم علاقة بالأقليات، يكونوا عرب تحت ضغط ونباح الأقليات والعلمانيين، ولتخفيف سخط وضغط الغرب والشرق على الحكومة والدولة الأموية الوليدة. هذا هو تفسيره أنه نحن شلنا هاي الرايات مؤقتا، لأنه في ضغط علينا، في نباح الأقليات والعلمانيين، ولأنه في سخط وضغط الغرب والشرق علينا، شلناه هيك على جنب بشكل مؤقت. وهذا هو الكلام الصحيح، عم يحكي مش بس كبد الحقيقة وقلب الحقيقة وطحالها وكليتيها وإليتيها. هذا البني آدم عم يحكي مظبوط. كل الجرافة والطقم والبلياردو والتشبه بالفرنجة والتشبه بالعلمانيين والتشبه بأهل الصليب، وما يفعله الآن أبو محمد الجولاني يتشبه بالغرب في حله وترحاله، في حديثه وكلامه، في قيامه وهندامه، يتشبه بهم الآن، كله تمثيل بتمثيل، كذب بكذب، دجل بدجل. مؤقتا ريثما تستتب له الأمور. كلامه مظبوط. هاد كمان إعلان من حساب الأمن العام، يتحدث ويسوق ويقدم ويصدر مسألة الانتساب للجيش العربي السوري، للجيش السفياني، للجيش الأموي، للجيش الطائفي، للجيش السني، للجيش الجهادي. يعني جهاديين بدون جهاد، جهاديين ما بيروحوا بيجاهدوا ضد إسرائيل، لا، بيجاهدوا في السويدة وفي في الساحل السوري، ويمنوا النفس أن يجاهدوا في مناطق شرق الفرات، مجاهدين، وبيجاهدوا في البلدان الأوروبية كمان، في فرنسا، في ألمانيا، بيجاهدوا، نازلين جهاد على السوشيال ميديا. على فكرة الفريق الرياضي في القامشلي كان اسمه فريق الجهاد، لكن كان بريء من العقلية الجهادية السلفية القتالية الإرهابية الإجرامية الموجودة عند هؤلاء. شو بيقول هذا اللي يدير هذا الحساب؟ هو نفس كلام الهبرة والزبرة والما بعرف شو. حثوا أبناءكم على الانتساب إلى الجيش السوري لكي لا تعاد أخطاء الماضي وليكون الجيش بأيدي أبنائنا. نفس قصة دمشق لنا إلى يوم القيامة، أبنائنا
الجيش يكون بيد أبنائنا. هذا شو اسمه الزبرة والهبرة. أنا شفت له فيديو يحث بنفس الأسلوب، بيطالب السنة بالانتساب لهذا الجيش، بيقول انه اخوه كان محامي والان منتسب لهذا الجيش وما انه منتسب، خليه يروح ينزل من تركيا وينتسب، تفضل يعني، ويمارس ارهابه وسلفيته من داخل الجيش. يعني شو بيقول انه في الفيديو اللي قدمه انه لا تجبروا الدولة تروح تلجأ للناس التانيين. الناس التانيين مين هن؟ أبناء المكونات الأخرى، وهو يريد لهذا الجيش أن يكون جيشا سنيا صرفا. يا حبيبي هذا ما صار جيش سوريا، هذا ما صار جيش المسيحيين، ما صار جيش العلويين، ما صار جيش الدروز والمرشدية والإسماعيلية والكرد، هذا صار جيش السنة، ومش بس السنة، يعني جزء من السنة. ما صار هيك، لا تبتنى دول على هذه الطريقة. الدولة اللي أنت فيها الجمهورية التركية هي الجيش تبعها لم يبتنى على هذا مش منطق الجيش التركي، مش منطق العقيدة القتالية للجيش التركي، مش هيك، مش هيك يعني. والعقيدة السياسية كمان، الجيش اللي في الدولة اللي أنت تنعم فيها، أنا عم بحكي عن الزبرة والهبرة ما بعرف من هالنماذج يعني. طيب حاصل القول يعني هيك جيش اللي هو النواة الصلبة في هذه الدولة، كيف يمكن، يعني معادلة مستحيلة الحل. مين بيجي يمتلك ذرة من المنطق الوطني، ذرة من العقل الوطني، ذرة من الشعور الوطني، ويعول على هكذا جيش أنه سيحمي دولة وطنية؟ هلا الديمقراطية شالوها من قواميسهم، لكن الوطنية موجودة، بيبيعوا وطنيات بالجملة والمفرع، بيغردوا بيدرغلوا على الوطنية. كيف لواحد مثلا مثل فايز سارة يجي يدافع عن هيك جيش؟ كيف لواحد مثل جورج صبرا بيجي يدافع عن هيك جيش؟ مثلا لهؤلاء اللي يعني لم ينتسبوا إلى الخنادق السلفية الجهادية والأخوانية، لكن بطريقة أو بأخرى ساندوها، عاضدوها، شاركوها، التقوا مع هذه العقلية في مساحة، في نقطة ما، في زاوية ما، يعني بحثوا عن نقاط اشتراك، وهذه النقاط غالبا كانت يعني ضد لا مركزية سوريا، ضد تمطع المكونات السورية، العلويين، الدروز، الكرد، بحقوقهم والحفاظ على مركزية الدولة. طيب يا عزيزي، أنت تحافظ على مركزية الدولة وتسلم هذه الدولة لعقلية جهادية تكفيرية أخرى وأزبل وأحقر وأندل من عقلية نظام حزب البعث. كيف لهؤلاء أن يلتمسوا الأعذار والمبررات والمخرجات والتكييف القانوني والأخلاقي والموضوعي والمعرفي والما بعرف شو من القصص اللي بيقولوها، اللي بيحكوا هيك بالثقافة وبالفكر وكذا، ويبرروا لهيك سلوك؟ راجعوا الفيديوهات التي يعني تطفح بها مواقع التواصل الاجتماعي عن في المدارس، البنات، الأطفال الصغار، المحجبات في عمر الطفولة، تلقين الشعارات، ترديد الشعارات الصباحية، شعارات سلفية، جهادية، تكفيرية، إرهابية، داعشية، نصراوية، قاعدية، أموية، عربية، كل هالتفاصيل، كل حلقات الضغط هذه. ماذا تبقى من سوريا وطنية معتدلة يمكن التعويل عليها؟ يعني الموضوع بده موقف واضح وجاد وناقد
وصارم، لا يخضع للتفاوض والمهادنة بحجة دولة. وين الدولة؟ وين الدولة؟ يعني الحرص على سوريا، هل أبقى هؤلاء على شيء اسمه سوريا؟ أصلا ألد أعداء سوريا الوطنية، سوريا الحقيقية، هي هذه العقلية، عقلية لا تعترف بالدولة أصلا، يعني مش اللي بيطالب بالفيدرالية أو بالحكم الذاتي وكذا. يعني أعتقد أنه من الخزي والعار الاستمرار في التماس الأعذار لهكذا دولة، لهكذا نظام، لهكذا جيش، لهكذا رئيس يعني ممثل فاشل. يعني شو ممثل؟ هو ممثل فاشل. الجولاني لاعب البلياردو الأول والفارس الأول ولاعب كرة السلة الأول، يعني هو كمان طويل وأهبل مثل الرئيس. نحن مبتلون يعني خلال ال 50 سنة الأخيرة برؤساء طوال، لكنهم هبل، يعني هبل ويدفعون دفعا نحو الانقسام والاحتراب والتطاحن الداخلي مع الأسف الشديد. أعتقد وأؤكد على هذه النقطة أنه مسألة صعب تركيبة قسد. أنا هيك بشوف تركيبة قسد العسكرية، العقيدة القتالية اللي هي أساسها ضد الإرهاب وضد السلفية وضد التزمت السلفي الإرهابي. يعني أنا لا أرى قسد نموذجا يقتدى به في سوريا قراطا، ولا أجد نظام الجولاني نموذجا يقتدى به لبناء سوريا ولتأسيس سوريا. 24 قراط، يعني لدي ملاحظة على قسد و24 ملاحظة على نظام الجولاني في ميدان المقاربة والمساءلة. لا قسد ارتكبت الجرائم التي ارتكبها نظام الجولاني. حتى في إدلب راجعوا التقارير والإحصائيات والجرائم ستجدونها تتجاوز بالأرقام الجرائم التي اقترفتها قسد في المناطق التي تسيطر عليها، عدا عن يعني بعد استلام الجولاني للسلطة في دمشق وما فعله في الساحل وفي منطقة السويداء. هذا الجيش الذي يصار إلى تأسيسه وتصديره على أنه جيش عربي سوري هو يعني إعادة تدوير وإعادة إنتاج لتنظيم داعش الإرهابي، لجبهة النصرة الإرهابية، لتنظيم القاعدة، لا أكثر ولا أقل. أكتفي بذلك. دمتم بألف خير.